النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن شوية تفاصيل صغيرة في الصلاة لازم تعرفها، بيتقال عليها هيئة وشكل الصلاة. زي مثلا الفرق بين التكبيرة الأولى في الصلاة، لازم بترفع إيدك لحد ما توصل جنب ودانك الحلوة دي وتسمعنا الله أكبر. بعد ما بدأ صلاتك إيدك اليمين فوق إيدك الشمال، حتى لو كنت أنت أشول بتمسك إيدك في المسافة ما بين الرسغ لحد قبل الكوع. وخد بالك إيدك تكون فوق البطن وتحت الصدر، لأن في ناس تحط إيدها على قلبها أو على جانب الصدر وهي معتقدة إن ده خشوع زيادة، لكن إن شاء الله الوضع اللي قلناه هو الأصح في الصلاة. وإنت بتصلي في ناس متهيأ لها إنها لما تغمض عينيها ده معناه خشوع زيادة في الصلاة، ولكن الثابت في الصلاة والمنقول لينا إن نظرك يكون في موضع سجودك، يعني المكان اللي هتنزل وراسك تلمس الأرض فيه. خد بالك وإنت بتقرأ الفاتحة والآيات القرآنية لازم وضروري جدا شفايفك تكون بتتحرك مع اللي إنت بتقراه، حتى وإن كانت الصلاة مش جهرية. لما بتركع وتقول سبحان ربي العظيم ايدك تكون على ركبتك، حتى لو كنت بتصلي وانت قاعد. الظهر تحاول يكون مفرود، لا تنزل بيه تحت قوي ولا ترفعه فوق قوي، الا طبعا لو عندك مشكلة في ظهرك تقوم من الركوع بعد ما تقول سمع الله لمن حمده ما ترفعش ايدك لفوق على شكل الدعاء. لازم ايدك يكون وشها للارض ونظرك كمان للارض. بعد كده قلت الله اكبر وسجدت، ما تحطش رجليك فوق بعضها او ترفعها عن الارض، رجليك الاتنين على الارض وصوابع القدم تكون متنية لقدام كأنها بتشاور عليك، مش متنية لورا. كلها أمور بسيطة جدا، وخليك عارف إن كل حركة بتعملها في الصلاة بتاخد عليها أجر وثواب. يعني رفعة إيدك في التكبير وفي الركوع والقيام من الركوع كلها بتاخد عليها أجر، فليه تكون بتصلي وتحرم نفسك من زيادة الثواب والأجر؟ بالنسبة للملابس اللي بتصلي بيها، مش هقولك البس هدوم تقدر بيها تخرج من البيت، لأ، البس هدوم لو حد جالك البيت تقدر تقابله بيها. ما تربطليش فوطة على وسطك الجميل ده، عشان ايه؟ الحلو لابس شورت قصير ومش هين عليه يلبس بنطلون يصلي بيه. انت رايح تقف بين ايدين ربنا، فلازم تهتم بمظهرك. لو عندك اي استفسار متعلق بامر الصلاة اكتبه في التعليقات وهنجاوبك عليه في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. ما ينفعش تكون مسلم جميل وما تعرفش ازاي تصلي.